صوت الصحافة، نبض الخبر. وجه فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم انتقادا مبطنا لنجم برشلونة لامين يامال بعد تفضيله تمثيل المنتخب الإسباني على حساب أسود الأطلس، معلقا في حواره مع مجلة 11 مونديال الفرنسية بأنه لا يعرف أي لاعب إسباني يحمل اسم جمال في تاريخ كرتهم، في إشارة إلى أن الهوية والجذور الثقافية للاعب تظل مغربية بغض النظر عن قميصه الرياضي. وأكد لقجع أن السياسة الكروية للمملكة مع اللاعبين مزدوجي الجنسية تعتمد على عرض المشروع الرياضي الوطني دون ضغوط أو تسرع، مشددا على أن اختيارهم لمنتخبات أخرى مثل يامال أو تياغو بيتارج لا يغير من مغربيتهم شيئا، بل يمثل مصدر فخر للمملكة التي يساهم أبناؤها في تعزيز قوة منتخبات عالمية كبرى. ورغم خسارة ملف يامال، يواصل الاتحاد المغربي تحقيق نجاحات بارزة في استقطاب مواهب عالمية لتمثيل بلدها الأم، حيث نجح مؤخرا في إقناع نجم ريال مدريد إبراهيم دياز والموهبة الصاعدة أيوب عدي لتعزيز صفوف أسود الأطلس في الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2026. صوت الصحافة، نبض الخبر.